بتحب البطاطس المقلية والعيش المحمص؟ طب تعرف ان فيهم مادة ممكن تكون مسرطنة؟ عمرك سمعت عن الاكريلاميد؟ وممكن تكون بتاكله كل يوم وانت مش واخد بالك. هو الاكل المحمر في القلاية الهوائية او على الفحم فعلا صحي، ولا ممكن يبقى خطر اكبر من القلي؟ معاكم دكتور محمد صقر، تابعوني لاخر الفيديو هتلاقوا اجابه للاسئله دي. هو ايه هو الاكريلاميد؟ الاكريلاميد ده ماده كيميائيه بتتكون بشكل طبيعي اثناء طبخ الاطعمه الغنيه بالنشويات زي البطاطس والخبز في درجات حراره عاليه، خصوصا اثناء القلي او الشوي او الخبز. ده بيحصل نتيجه تفاعل كيميائي اسمه تفاعل ميلر، وهو نفس التفاعل اللي بيخلي الاكل ياخد اللون الذهبي والطعم اللذيذ، لكن معاه بيتكون ماده الاكريلاميد اللي ممكن تكون ضاره. طب امتى بيتكون الاكريلاميد؟ عند طهي الاطعمه النشويه زي البطاطس والعيش والكورن فليكس على درجه حراره اعلى من 120 درجه سلسيه. كل ما الحراره زادت ووقت الطهي طال، كل ما زادت كميه الاكريلاميد. القلي والتحمير بيكونوا اكريلاميد اكتر من السلق او التبخير. طب يا دكتور، هل الاكريلاميد ده خطير؟ هيئه الغذاء والدواء FDA وهيئه سلامه الغذاء الاوروبيه بتصنف الاكريلاميد كماده محتمل تكون مسرطنه للانسان. الاضرار بتظهر مع التعرض المستمر لفتره طويله. مفيش حد امن رسمي، لكن بعض العلماء بيقترحوا ان الاستهلاك اليومي ما يزيدش عن نص مايكروجرام لكل كيلو جرام من وزن الجسم. يعني لو وزنك 70 كيلو، الحد المقترح ليك حوالي 35 مايكروجرام في اليوم. لكن الواقع وجبه واحده ممكن تحتوي على 100 مايكروجرام او اكتر، وده اكتر بكتير من الكميه الامنه. طب ايه هي الاطعمه اللي فيها اكريلاميد بنسبه عاليه؟ تقريبا الاكل مثلا زي كيس الشيبسي ال 100 جرام بيحتوي على 100 مايكروجرام من الاكريلاميد. البطاطس المحمره الطبق الصغير منها بيكون حوالي فيه 200 ل 300 مايكروجرام من الاكريلاميد. التوست الغامق الشريحه الواحده بيكون فيها من 50 ل 100 مايكروجرام. الفنجان قهوه سريعه النسكافيه من 30 ل 100. كوب الكورن فليكس من 30 ل 80. 3 قطع بسكوت بيكون فيهم من 50 ل 100. يعني بسهوله ممكن توصل لاستهلاك 300 ل 500 مايكروجرام في اليوم من غير ما تاخد بالك. طب ايه هي اضرار الاكريلاميد المحتمله؟ زياده الخطر، الاصابه بالسرطان مع التعرض الطويل، تاثيرات سلبيه على الجهاز العصبي، وده طبعا جه من الدراسات اللي اتعملت على الحيوانات. احتماليه تاثيره على الخصوبه، وده بيكون لسه تحت الدراسه. علاقه طرق الطهي المختلفة بتكوين الاكريلاميد. الاكل القلي في الزيت بتبقى درجة الحرارة بتوصل فيه 180 ل 200 درجة سلسية، درجة حرارة عالية جدا، بيزود طبعا اللون البني والقرمشة بسرعة. الزيت بيساعد في التفاعل اللي بيكون الاكريلاميد، النتيجة بتبقى نسبة الاكريلاميد في القلي عالية جدا. 2. القلاية الهوائية الاير فراير، درجة الحرارة برضو بتوصل فيها ل 180 ل 200 درجة سلسية عشان تدي اللون والقرمشة زي القلي. الدهون طبعا بتكون فيها اقل، لكن الاكريلاميد ممكن يتكون برضه. طب ايه النصايح للتقليل؟ ما تخليش الاكل في القلايه الهوائيه يغمق او يتحرق. قلل وقت التسويه على قد ما تقدر. اقلب الاكل وخليه ذهبي فاتح. 3. الشوي على الفحم، الحراره بتكون عاليه جدا خصوصا مع النشويات، بيتكون اكريلاميد. وكمان في مواد اخطر زي الهيدروكربونات العطريه والامينات الحلقيه الغير متجانسه اللي بتتكون نتيجه الشوي. النتيجه اخطر من الاكريلاميد لو الاكل اتحرق او اتفحم. 4. الميكروويف مش بيتكون، لان عاده درجه الحراره في الميكروويف ما بتعلاش فوق ال 120، فبيكون الاكريلاميد اقل في الميكروويف. تمام، الا لو انت حمرتي الاكل بقى جوه الميكروويف، ده درجه الحراره بتعلى فالاكريلاميد بيزيد. طب ازاي نقلل الاكريلاميد؟ يا ريت ما نطبخش على الاكل على حراره عاليه بزياده. خلي الاكل لونه ذهبي فاتح مش بني او غامق. ما تسخنش الزيت لحد ما يدخن. ما تعيدش استخدام الزيت اكتر من مره. استخدم طرق طهي صحيه زي السلق او التبخير. خزن البطاطس بره الثلاجه عشان السكر اللي بيزيد في الثلاجه بيتحول لاكريلاميد وقت القلي. يا ريت نقلل من استهلاك القهوه الفوريه النسكافيه والشيبسي والمقرمشات والبسكويت. لو هتستخدم قلايه هوائيه او فحم، خليك دايما على اللون الذهبي الفاتح، ما توصلش لدرجه الحرق او التحمير الزايد. لو عجبكم المحتوى اعملوا لي لايك وشير وكومنت، واشتركوا على قناتي عشان يوصلكم كل جديد، ويومكم جميل.